نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وعافيه. نورمالمون كنت الليله باش نعمل اللايف في الليل لانه عندي ضيفه ان شاء الله باش تكتشفوها معايا، ضيفه من بنات تونس، من نساء تونس، اللي الواحد يهز راسه ويعليه ويقول تونس فيها الحراير وفيها الرجال. علاش فيها الرجال؟ لانه البنيه هذه انا ما نعرفهاش، وعرفتها عن طريق تعليق حطوا خوها في الصفحه متاعي. فانا اتصلت بالضيفه هذية، وان شاء الله ليلى باش تكون انفيتي معانا في اللايف 9:30 متاع الليل باذن الله، كان عشنا وحينا. لكن تويك اضطريت اني نحل لايف بعد ما كنت نسمع في اللي نسمع فيه في موزايك، وتحديدا في برنامج ابو بكر بن عكاشه، وتحديدا في البرنامج اللي اسمه ميدي شو، وتحديدا اكثر الضيف اللي كان في حق الرد سي أسامة الخليفي، اللي جاي يمثل قلب تونس، قلب تونس النابض. ما لقيت حتى عنوان يليق باللايف هذايا إلا أني نقول إلى السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأردف الاسم هذايا بتعليق خسارة. فعلا خسارة يا سي هشام، فعلا خسارة. خسارة تقولها لك امرأة تونسية، وتقولها لك إعلامية تونسية، وتقولها لك بوسالمية من تونس، من واحدة من معتمديات تونس. خسارة إذا كان سيادتك وصلت قبلت أنه غازي القروي يكون موجود في النهار اللي كان يستنى فيك فيه الشعب التونسي الكل باش تقدم لنا الإجراءات لي فاموز، الإجراءات اللي عملتهم بعد الكوفيد 19 وبعد الموجة الثانية من تسونامي كوفيد 19. خسارة انك قبلت انه هالسيد يكون موجود ويلقي بظلاله على فريق تقني جاي من التلفزة الوطنية، من المرفق العمومي اللي نورمالمون ما يخضع لحتى سلطة من حتى نائب ومن حتى إنسان. خسارة إنك قبلت إنك توقف قدام ميكرو ويوجهك فيه، سواء على كيف ما الأعذار اللي قدمها سي أسامة الخليفي تويكا في اللايف في حق الرد، في تعليمات في مسألة الإضاءة ومسألة الوقفة ومسألة الشكل. خسارة يا سي هشام المشيشي، كيفاش تسمح؟ لانه هذا الكلام قالوا تويكا سي اسامه الخليفي، وسي ابو بكر بن عكاشه قال له انا ما نحبش نناقشك برشا، علاش؟ على خاطرك جاي في حق الرد. باركونتر يا سي ابو بكر بن عكاشه، وهذا مجرد قوس، ما شاء الله عليك، وقت اللي جبت فيصل التبيني في حق الرد عرفت كيفاش تجاوبوا وعرفت كيفاش تسخسخوا، وما كبرتش في فمك انك تقول النائب شعب حتى لو كانوا غلط في الكلام اللي قالوا المدام بشرى بن حميده. سيادتك خذيت موقف وخذيت بوزيسيون، وما حشمتش في انك تقول له ما تحشمش، وما حشمتش في انك تقول له قله احياء. باركونتر اليوم لا شفتك قلت قله احياء، ولا شفت ولا سمعتك قلت للنائب اللي قدامك واللي يمثل حزب قلب تونس ما تحشمش. علاش ما قلتلوش ما تحشمش انك تبرر وجود غازي القروي في قصر الحكومة باش يعطي تعليمات تقنية كيف ما هو بررها للسيد رئيس الحكومة على رأس مجموعة تقنية جاية من المرفق العمومي اللي هي التلفزة الوطنية؟ ما نجمتش تقول له ما تحشمش انك تقدم في التبريرات هذه وقت اللي انت سألته سؤال مباشر في اول اللقاء، قلت له بما معناه، يعني ما نتذكرش طبعا تفاصيل السؤال اللي ذكرته له، ولكن بما معناه انه هل فعلا غازي القروي كان موجود في قصر الحكومة نهار اللي ألقى سي المشيشي الكلمة متاعه، وإلا لا فهو دار بيك 20 رومبوان وتخل بيك 20 زنقة وتعدى بيك 20 قمة محلولة من غير غطار وقارة كيف اللي طاحت فيها فرحها الله يرحمها، باش في الاخر بالكل جاوبك على السؤال وقدم تبريرات أقبح من الذنب، قدم أعذار أقبح من الذنب. انتم بلاد
الواحد ما عادش عارف لشكون يقول فيها كلمة خسارة. عندي سنين وأنا نقول الدا في الإعلام، ما حشمش سي أسامة الخليفي وقت اللي قال أناهي التلفزة في تونس، أناهي المؤسسة الإعلامية في تونس اللي ما عندهاش قرب من أي حزب، يعني كي قلنا إعلام مسيس ما كذبناش. وقتها سيادتك جاوبته سي أبو بكر بن عكاشة قلت له ما تعممش لانه فما مؤسسات اعلاميه اختارت انه تكون كل الحزازيات الحزبيه موجوده في بلاتواتها، وكانك تغطي في القمه بكردونه والا بطرف شو اسمه لوح كما اللي طاحت به فرح اللي كانت مادة إعلامية في بلاتواتكم. خسارة يا سلم الشيشي يلي اتخذت قرار بعزل والي سبيطلة والي القصرين والمعتمد وك الشلة ذيك الكل بعد ما توفى سي الخشناوي الله يرحمه تحت أنقاض كشك مبني بدون ترخيص، كشك مبني في ملك الدولة، فذرا لرماد على بعض العيون خذيت القرار هذايا. ما تنجمش اليوم تتخذ، مش اليوم، علاش اليوم ما نجمتش تتخذ قرارك وأنت رئيس السلطة التنفيذية في تونس وتسمح لعضو من البرلمان، لنائب من البرلمان، لفرد من البرلمان انه يكون موجود معاك وأنت تتوجه إلى الشعب التونسي كاملا في تونس وخارج تونس؟ ما نجمتش تتخذ قرار وتطالب بأنك تكون موجود رأسا لرأس مع الفريق التقني اللي جايك من المرفق العمومي من التلفزة الوطنية اللي نحن نخلصوا فيها فقط لإلقاء الكلمة؟ وهل إنه الفريق التقني اللي جاك من التلفزة الوطنية ناقص خبرة وناقص حرفية باش السيد غازي القروي يكون موجود ويعطيهم تعليمات على الضوء وعلى البوزيسيون وعلى الشكل اللي سيادتك باش تخرج تخاطب فيه الشعب؟ خسارة يا سلم الشيشي، لأنه اللي حضر معاك في سواديزون في البلاتو في القصبة النهار ذاك هو ممثل لحزب في تونس، وبالتالي وكأنها قراراتك اللي توجهت بها للشعب التونسي، وكأنها قراراتك اللي توجهت بها للشعب التونسي النهار ذاك. أنا على الأقل نجم نقراها بالطريقة هذه وأنا حرة في قراءاتي، أنا حرة بما أنه كان موجود معك سي غازي القروي في البلاتو اللي سيادتك توجهت من خلاله لينا. كل القراءات ممكنة، كيف ما عدل أنا نجم نقول كيف ما عدل في الإضاءة اللي ماناش عارفينها كانت 9 متاع الصباح وإلا 9 متاع الليل، اللي ماناش عارفينها اتمنطت وإلا ما تمنطتش، يعني خضعت للمونتاج وإلا ما خضعتش، اللي ماناش عارفين الوقت. وهو شوف من محاسن الصدف أو من المفارقات إنه أول مرة يتقال لنا انه فما كلمه باش تتعرض من مسؤول في الدوله، ولهنا طبعا نحكي على رؤساء الحكومات اللي سبقوك، انه في التوقيت بالضبط كنت بونكتويال 9:30 ولا 9 تعديت لنا بالسكونده. فانا لهنا نجم نقول شكون قال انه كيف ما تعدلت او تعدل شكل الكلمه ما تعدلش المضمون. وأنا حرة في قراءتي سيدي رئيس الحكومة، لأنه اللي يقبل أنه يكون موجود معاه في المباشر، كلمة مسجلة يا أخي، لكن أنا نعتبرها مباشرة باعتبار أنك خرجت باش تكلمني وباش تكلم جاري وجارتي وبنتي وغيرنا، باش تكلمنا الشعب الكل، فهي كلمة كانت مباشرة تحمل برشا قرارات تهم كل القطاعات في تونس. بما أنك قبلت أنه يكون موجود السيد هذايا في البلاتو متاعك والشعب الكل يستنى فيك، فأنا حرة في كل ما مخي يوصله إنه ممكن تكون زادت عدلت مضمونا الكلمة، خصوصا وقت اللي نرجع ونعرف إنه السيد اللي كان حاضر معاك اللي يمثل قلب تونس هو في نفس الوقت رجل أعمال، هو في نفس الوقت من الناس اللي ممكن تتضرر مصالحهم إذا كان
الحدود تسكرت. هو من رجال الأعمال أو ممثل لرجال الأعمال اللي ممكن مصالحهم تتضرر إذا كانت سكرت البلاد. هو هو يمثل رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال اللي لا قدر الله إذا كان ضربتهم الكوفيد 19 يداووا في الكلينيكات خارج تونس وداخل تونس. هو من الطبقة اللي ما يهمهاش الكوفيد 19 وما تعنيهوش تصويرة كما التصويرة اللي راجل ديرنييرمون في الاستعجالي متاع شارنيكال. هو من الطبقة اللي الكوفيد 19 تزورهم من نهارين 3 أيام والنهار الرابع يخرجوا يطنطنوا. هو من الطبقة اللي تخاطب فيهم المؤسسة الوطنية في الإشهار اللي تقدم فيه للشعب التونسي وتقول له فك الومضة كل الغلة وكل الحليب وكل الحم وكول 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 باش المناعة متاعك تعلى. هو من الطبقة هذيك اللي ما تعنيهوش الكوفيد 19 والومضة هذيك موجهة للناس هذوما، لأنه لو كان جاء الشعب التونسي قادر انه ياكل الحوت واللحم والبروتينات والغله وكا السيري كامل اللي تقولوا فيه كل يوم في التلفزه الوطنيه، باذن الله ما تمرضش الناس وما تطيشش في القسم الاستعجالي متاع شارنيكال. سيدي رئيس الحكومة، وسيدي رئيس الحكومة كلمة سيدي راني مانيش نقول لك فيها لتسييدك عليا، لا، لأنه اللقب يقتضي أني نقول لك الكلمة هذية. السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، ما فماش تضارب مصالح وقت اللي يحضر معك غازي القروي وأنت تتوجه للشعب التونسي بإجراءات مصيرية تتحكم في حياته وفي لقمة العيش متاعه في خبزته. فما تضارب مصالح ولا ما فماش؟ ثم تضارب مصالح ولا ما فماش وقت اللي تتعطى المساحات الإعلامية للعباد هذوما باش يبرروا بأعذار أوقح من الذنوب اللي اقترفوها في حق هالبلاد. فما تضارب مصالح وإلا ما فماش، كيف ما كانت فما تضارب مصالح مع الفخفاخ، وإلا زعما تضارب مصالح الفخفاخ أقوى برشا من تضارب المصالح هذية. العين اللي تحب تشوف تضارب المصالح تشوفها، والعين اللي ما تحبش تشوف تضارب المصالح تعمى. وإحنا في بلاد 90% كان مش أكثر من العينين اللي فيها عمية والعمال هنا مش عمل نظر، عمل بصيرة، عمل قلب، لأنه الكلكم قاعدين، لحظة بربي، لأنه كلكم قاعدين تتفرجوا وحتى حد ما هو قادر فيكم إنه يتكلم أو يقول كلمة الحق. أنا تويكا وأنا نسمع في سي أسامة الخليفي، اللي ديرنييرمون روج للشعب التونسي إنه التمثال أو مش تمثال هذيك نعرفش حتى شو اسمها، اتنحت وخاضت الدنيا وكتبت المواقع الإلكترونية الكلها وهبطت في الجرايد الإلكترونية الكلها. شقال عليك النصب التذكاري متاع سلباجي قايد السبسي اتنحى من بلاصتو. سي أسامة الخليفي اللي دافع على سي نبيل القروي بمنطق القانون اللي فاسيلمون في البلاد، نظرا لأنه جامد ولأنه الفصول متاعه ميتة ما تتحركش. تنجم تكون عندك الحق، لكن القانون ماهوش معاك، فصول قانونية. وهذا بالضبط اللي قالوا تويكا سي أسامة الخليفي في رده على سي هشام السنوسي. قال له بالقانون سي نبيل القروي ما عنده حتى علاقة بقناة نسمة، بالقانون سي نبيل القروي هو رئيس حزب بوان ألاليني، بالقانون هات ما يثبت انه ثم علاقة ما بين سي نبيل القروي وما بين قناة نسمة، واستدرك قائلا انه ما عادش عنده حتى اسهم في قناة نسمة، باركونتر عنده علاقة في المجمع الكبير متاع الشركات، لكن العلاقة مباشرة مع قناة نسمة ما عادتش عنده. بالقانون اضرب له على الطيارة بكلمك بالقانون. تتذكر يا هيكا تتذكر سي هشام السنوسي وقت اللي المخلوقة هذية جتكم قدام 3 ولا 4 سنين تقريبا التالي، جتكم قدام المبنى متاعكم متاع الهيكا، وقت اللي أنا في طنبك المشكلة متاع قناة حنا بعل، وقت اللي أنا في عز
طرح تساؤلات حول قناة حنا بعل وقيام قناة حنا بعل ووجود قناة حنا بعل. جيتكم قدام المقر متاعكم وقلت لكم المطر تصب وقتها، وضحك عليا 90% من الشعب التونسي ومن الزملاء والزميلات، وقالوا هالمهبولة اش قاعدة تعمل. شفت اليوم سي هشام المشيشي بالقانون عملوا لكم هكا بالقانون، ما تقدر تقول له شيء، لانه وقت اللي كنت انت موجود في البلاد بالقانون عندك صفة قانونية باش تتخذ القرارات وتطبقها، ما خديت شيء وما عملت شيء. واليوم سي تروتار، ما عاد تنجم تعمل حتى شيء، ما عاد تقدر لهم حتى شيء. ومازال يا شعب تونس وكله بالقانون. هذوما الكلمتين اللي حبيت نقولهم لك سي هشام المشيشي. خسارة بوان، لانه اللي اتقال في حقك تويكا في بلاتو اذاعي مهين ومدان. وش باش نقول اخر؟ يعني يكفيني هالكلمتين، لانه فاسيلمون وببساطة شديدة جدا غدوة نجم نلقى روحي في حبس منوبة عادي سهل، وبالقانون زاد، وبالقانون ما فما حتى مشكلة. لأنه البلاد هذية القانون اللي يتطبق فيها هو قانون ساكسونيا، واللي يحب يعرف شنو هي قانون ساكسونيا يدخل ويشوفه، يدخل ويقراه، تو يعرفش معناتها محاسبة الظل. تو تعرفش معناتها محاسبة الظل. الليلة إن شاء الله 9:30 فما وظيفة مهمة برشا، مهمة للعباد اللي تفهم، مهمة للعباد اللي تحب تعرف انه فما كفاءات في البلاد، مهمة للناس اللي عندها قدر عالي من محبة للبلاد ومن ايمان انه فما كفاءات كبيرة مدفونة في البلاد هذية باش يطلعوا لنا هل اذا كان يهمك انك تعرف شكون باش تكون الليلة الانفيتي متاعنا 9:30 ان شاء الله نتقابلوا. وخسارة وبالقانون. نهاركم زين.